ينطلق النائب المغربي محمد السيمو من الضائقة الاقتصادية بسلبية ثقيلة ليطالب حكومة بلاده بإلغاء عيد الأضحى المبارك تحت ذريعة أن الفقراء لا يستطيعون شراء الأضاحي ولوازم العيد. وقد غاب عن فهم النائب ومستوى تعليمه أن العيد مناسبة دينية تعبدية تبدأ بالصلاة وتنتهي بصلة الرحم، مرورا بسنة الأضاحي التي يقدمها الأغنياء للفقراء. أما لوازم بهجة العيد فالحديث الشريف يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبدل أن تحجب العيد عن الفقراء عزيزي النائب السيمو، حل كيسك أو حل عنهم، يعني تبرع بمقدورك وادعو إلى التبرع ولا تتحدث فيما ليس لك به علم. أبحى نعمل سؤال نقول إذا كان ممكن بلا ما نديروه. هذا الرأي ديالي الشخصي، قناعتي هي أنك ديروش هذا العام غيصعب عليه عيد، وحرام حنا نعيدو ويبقى بلا عيد باش نتضامنوا ونغطوا الحاجيات. صعيب من الصعب.